كما كان متوقعا، فقد قوبل قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أموال 12 صوماليا غالبيتهم من حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي، وشخصيات أخرى متهمة بالعلاقة مع المعارضة الصومالية والمتاجرة بالسلاح بترحيب الحكومة الصومالية. القائمة تضم الشيخ حسن طاهر أويس وأمير حركة الشباب المجاهدين والشيخ حسن تركي، وكذلك الشيخ فؤاد محمد خلف، العضوين البارزين في الحركة. وتقول الحكومة الصومالية إن هذا القرار سيساعد في إرساء دعائم الاستقرار في البلاد، بل وإنها تطالب أمريكا بأكثر من ذلك. نرى ضم هؤلاء الأشخاص الرافضين للأمن والاستقرار في الصومال إلى قائمة المطلوبين للعدالة، ونعتقد أيضا أن هذا القرار وإن جاء متأخرا إلا أنه سيساعد الحكومة ويردع المعارضة والمتعاطفين معها في الداخل والخارج. المعارضة في المقابل ترى أن القضية سياسية بحتة، وتتهم الحكومة الصومالية بأنها نسقت مع الإدارة الأمريكية لتجديد هذه القائمة مرة أخرى، كما تؤكد أن هذا القرار لا يغير من سياستها تجاه الحكومة، بل سيزيدها قناعة على موقفها كما يقولون. أما حركة الشباب المجاهدين فرفضت التعليق على القرار واعتبرته تكرارا لنهج سياسي أمريكي لا يستحق الرد. يقول هذا الرجل إنه لا يملك من المال شيئا لكي تجمده أمريكا، وكانت أصدرت مثل هذا القرار بعد أحداث 11 من سبتمبر، ولم تتمكن من العثور على أي أموال تعود إليه حسب قوله. من ناحيتي أنا هي تحصيل حاصل، ولكن من ناحية الأوباما هي جديدة، لأنه كنا نود أن يغير من الأمر شيئا. إذن الحقيقة كما يقول المراقبون هي أن الأزمة الصومالية أعقد بكثير من مجرد قرار بتجميد أموال، لأن تأثير المال على الصراع الحالي ليس كما يصوره الغرب، بل هو صراع ذو جوانب تتعلق بالعقيدة والسلطة والتجاذب بين القوى التي تريد التماشي مع السياسة الأمريكية والتي تناوئها. فهد ياسين، الجزيرة، مقديشو.